نسخة البرفورمانتي من آرس 2023 بشكل سريع. نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم من صالة ساماكو وكيل سيارات لامبرجيني بالمملكة. نستعرض مع بعض سيارة الاس يو في الأكثر ما شاء الله تميز، أورس 2023. طبعا قبل ما ناخذ فرة على السيارة بناخذ فرة بصالة لامبرجيني. مثل ما انتم ملاحظين هذه الصالة تختار انواع الجلود، تختار التفاصيل بشكل كامل، انواع الجلود او الجلود اللي موجودة ما شاء الله، والمواد المستخدمة بشكل كامل. صالة جميلة ومميزة. طبعا أورس تعتبر من اكثر السيارات تميز بين سيارات الاس يو في، وفي وقت من الاوقات او في سنة من السنوات كانت تتميز بانها اكثر سيارة او اغلى سيارة اس يو في والاكثر تميز. مثل ما انتم ملاحظين النسخة الاخيرة ما شاء الله الياف الكربون بالسيارة منتشرة في اغلب اجزائها. غير كذا الجنط جاي مميز اكثر، مقاسه نتكلم عن 23 انش، مختلف بعض التفاصيل الامامي عن الخلفي، لكن ما شاء الله الجنط مميز. قبل ما نبدأ هذه التغطية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا بخانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالايام الجاية. أورس هذه بالتحديد نتكلم عن نسخة البرفورمانتي، محرك V8 او 8 اسطوانات، سعته 4000 سي سي. سعر السيارة نتكلم عن 1,760,000 ريال. تيجي عليها في الواجهة الأمامية مثل ما انتم ملاحظين، هذه الواجهة الأمامية طبعا كلها فتحات حقيقية وعملية وفيها مبردات بكل أجزائها ما شاء الله. في الواجهة الأمامية أنظمة إسعار اللي موجودة هنا، وحساسات موجودة أكيد بالواجهة الأمامية ما شاء الله. تصميم ولا أجمل، طبعا سيارة ما شاء الله بتصميم ولا أجمل بالخارج. طبعا مثل ما ذكرنا مقاس الجنط يختلف. طبعا إذا جينا لهذا الجنط 285 على 35 و ار 23. أما بالخلف فنتكلم ما شاء الله عن 325 على 30 على ار 23. ففي اختلاف ما بين المقاس الامامي والخلفي. اذا جينا للجزء السفلي للسياره فنتكلم عن طبقه كامله من الياف الكربون. لا، بعض الشركات طبعا نعرف يستخدمون بلاستيك حمايه للسياره بالجزء السفلي، لكن هنا ما شاء الله حمايه مع مواد مخففه للوزن. ما شاء الله الياف الكربون طبعا تعتبر من اخف المواد واكثر صلابه، مثل ما انتم ملاحظين موجوده على هذه على هذا الجزء موجود بشكل كامل، بالإضافة للجزء السفلي للسيارة بشكل كامل. المرايات الجانبية طبعا هنا أكيد بنتكلم عن مرايات محيطية بشكل كامل، نتكلم عن نظام تعليق رياضي، نتكلم بتفاصيل كاملة، سقف بانوراما. طبعا الجزء الداخلي طبعا أفخم أنواع وأفضل أنواع المواد المستخدمة فيها، بالإضافة لأن السيارة طبعا مثل ما أنتم ملاحظين مقفلة. سبب القفل طبعا ما شاء الله الداخلية فيها حساسة، فالإدارة هنا قالوا ممنوع فتح السيارة لأي مكان للأسف، فما فتحوا لنا إياها. لكن بكل بساطة الداخلية فيها أفضل أنواع المواد المستخدمة. غير كذا مو أجمل من التصميم الداخلي إلا الخارجي، جلود على الكنتارة على أفضل أنواع المواد. خلونا نلقي نظرة سريعة من هنا ونشوفها مع بعض بشكل سريع. هذه الداخلية ما شاء الله بشكل كامل. هنا سقف البانوراما. تقييم استهلاك الوقود بالسيارة نتكلم عن كلية البنزين تمشينا بالسيارة 8 كيلو فاصلة 5، المعدل 8 كيلو فاصلة 8. التقييم سيء، بنزين 95 دفع رباعي مستمر. وهنا الجزء الجانبي طبعا هذه الفتحات كلها عملية وحقيقية. مثل ما ذكرنا التورك نتكلم عن 660 حصان، فنتكلم عن قلب نابض ولا أقوى. هذه الإضاءة الخلفية وفيها جناح خلفي هنا موجود، وبالأساس وبالإضافة للجزء العلوي ما شاء الله. هنا الجزء الخلفي 4 فتحات للعادم. طبعا الكاليبرات الأمامية والخلفية هذه. رأيكم بتصميم السيارة الخارجي؟ ولا أجمل.
خلونا نقرا مع بعض تفاصيل السيارة. طبعا أنظمة الشعار اللي موجودة في الواجهة الأمامية فيها المراتب، طبعا فيها الكنتارا وعلى جلد، بالإضافة لشاشات خلفية. أنظم كسيارة عائلية طبعا نظام الأمن والسلامة فيها أكيد، أو نظام السيفتي بالسيارة جدا متطور، ومن أفضل أنواع المواد الموجودة فيها بالنسبة للجزء الداخلي. إذا جينا الأرباقات، نظام منع انزلاق، منع انحدار، وهذه كلها موجودة فيها، والرادار وخروج عن المسار، أنظمة كثيرة للاستشعار. لكن بكل بساطة مثل ما أنتم ملاحظين هنا نتكلم عن ضمان 3 سنوات أو 48,000 كيلو، وهذه بشكل كامل. طبعا الحين بنصور مع بعض نسخة الهوريكان ونشوف مع بعض تفاصيلها بشكل سريع. في أمان الله. قبل ما ننتهي من التغطية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبون نستعرضها لكم بالأيام الجاية.